من أكتر المنتجات المطلوبة في السوق المصري حاليًا هي المنتجات المضادة للقشرة. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن أهم أسباب حدوث القشرة، طبعًا هي أسباب كتير جدًا ولكن إحنا هنذكر بعضها، وبعد كده هنتكلم مع بعض عن أهم المواد الفعالة الموجودة في السوق المصري اللي أنا أقدر كمصنع أستخدمها وأعمل منتج يكون مضاد للقشرة وفعال بشكل كويس جدًا. نبدأ مع بعض بأسباب حدوث القشرة. أول سبب هنذكره مع بعض النهارده هو الإفرازات الدهنية. طبعًا كلنا عارفين إن أي حد شعره دهني وفروته دهنية، الإفرازات الدهنية دي بتسبب قشرة بشكل كبير جدًا. تاني وتالت سبب معانا هما الاتنين عكس بعض. لو حد بيقعد فترة طويلة جدًا من غير ما يغسل شعره بشكل متكرر خلال الأسبوع، ده بيؤدي إلى إن الجلد الميت بيترسب على الفراغ وبالتالي بيؤدي إلى حدوث قشرة. والعكس لو حد بيغسل شعره بشكل مكثف خلال الأسبوع، طبعًا إحنا عارفين إن الشامبو ممكن يؤدي إلى جفاف الفروة وبالتالي يؤدي إلى التهاب الفروة، طبعًا ده بيؤدي في الآخر إلى حدوث قشرة. طبعًا ما نقدرش ننسى هنا دور منتجات مستحضرات التجميل، إن في بعض المنتجات بتؤدي إلى حدوث قشرة. ممكن البيتش بتاعتها مش مضبوطة فبتأثر على فروة الراس، أو ممكن المادة الفعالة ذات نفسها محطوطة بنسبة كبيرة جدًا فبتأثر على فروة الراس، بيحصل لها التهابات وبالتالي بتؤدي إلى حدوث قشرة. وعشان ما نطولش كتير في الجزئية دي هنخش على الجزئية الأهم، وهي المواد الفعالة اللي أقدر أستخدمها بحيث تديني إفكت كويس جدًا ضد القشرة. هنبدأ مع بعض نتكلم عن أول مادة معانا وهي البيريتون الأمين. طبعًا البيريتون الأمين يعتبر من أشهر المواد في الحتة دي في السوق المصري. البيريتون الأمين في منه شكلين، شكل باودر وشكل سائل. طبعًا الباودر تركيزه أعلى وبالتالي سعره أعلى ولكن الإفكت بتاعه طبعًا ممتاز. وعندي السائل طبعًا تركيزه أقل بكتير من الباودر ولكن سعره أقل، ولكن بياخد منه كمية كبيرة عشان أقدر إن أنا أعمل حاجة تكون effective فعلًا ضد القشرة. البيريتون الأمين slightly soluble in water، يعني بيدوب في المَيّة ولكن مش بشكل كبير، أقدر أستخدمه بنسبة حوالي نص في المِيّة، ده الباودر ويديني فعالية كويسة. في مادة تانية برضه مشهورة جدًا في السوق المصري أقدر أستخدمها مع البيريتون الأمين، مش زي ما جه في دماغك، لأ مش الزنك بيرسول، المادة دي هي الكلينبازول. الكلينبازول مادة فعالة جدًا ضد القشرة، أقدر أستخدمها بنسب بسيطة تقريبًا حوالي 4/10%، لكن خلي بالك الكلينبازول مش بيدوب في المَيّة ولكن أقدر أدوبه في المواد اللي بتقلل التوتر السطحي. وتالت مادة هنتكلم عنها النهارده هي الزنك بيريتون. الزنك بيريتون ليه خواص مضادة للفطريات والبكتيريا وبالتالي أقدر أستخدمه في علاج القشرة. الزنك بيريتون أقدر إن أنا أدوبه في المَيّة وبعد كده أضيفه للمنتج بتاعي تقريبًا بنسب من 1 ل2%، لكن خلي بالك إن البيريتون الأمين مع الكلينبازول أفضل من الزنك بيريتون لوحده. طبعًا في مواد كتير تانية أقدر أستخدمها في علاج القشرة زي الكيتوكونازول والسيلينيوم سلفايد والتي تري أويل والساليسيليك أسيد وغيرهم كتير جدًا، ولكن إحنا ذكرنا أهم المواد الموجودة في السوق المصري. لحد هنا خلصنا حلقتنا النهارده، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.